التدخين سبب رئيسي في من اسباب تاخر التنميه، فكنا عايز ايه الاسباب يعني؟ هو طبعا يعني اولا لازم يكون للدعاء دور في كل حاجه تنفع الناس، لان الدين جد عشان يصلح الدنيا ويقرب الناس من بعض ومن ربنا سبحانه وتعالى. فلما نكون احنا بنصرف، لسه الدكتور نقيب الدكاتره الاطباء كان بيقول نصرف 55 مليون جنيه في اليوم، فطبعا يعني اكيد ده مدمر لاقتصادنا، مدمر لاقتصادنا. فلازم، والفلوس دي تجوز كام واحد، والفلوس دي تحل مشاكل كام واحد، تشتري كام رغيف عيش. فاكيد لازم الدعاء يكون لهم صرخه في الموضوع ده، مش مجرد بس دعوه او موعظه يعني. طب لو حبينا نوجه دعوه للشباب، بما ان حضرتك داعيه اسلامي، تقول لهم ايه؟ عايز اقول لهم ان في حاجات كتير قوي حلوه في حياتنا مش بندوقها بسبب حاجات كتير بتضعف شخصيتنا، وربنا سبحانه وتعالى من رحمته انه خلانا عبيد ليه، عشان لما كناش عبيد لربنا هنعبد بتاع العيش، وهنعبد المدير اللي بيديني الفلوس، وهعبد نفسي اللي نفسي يبقى صورتي كويسه قدام الناس، وهعبد السيجاره. فالعبوديه انك انت تحب قوي وتبقى ذليل قوي لربك. فلو كان في واحد بجد بينزل ابنه الساعه 2 الصبح يجيب له السجاير، انا في يوم من الايام خبطت ولد بالعربيه كان بيجيب سجاير لابوه بيعدي الناحيه الثانيه، حتى الاب مكسل وننزل، الحمد لله بس ربنا ستر يومها يعني. فانا عايز اقول ان ساعات الواحد بيبقى عبد لحد غير ربنا ومش واخد باله. فيا رب الشباب يعني يفكوا قيد السجاير ده وينطلقوا لربهم وللسعاده في دنيتهم يعني. يعني في بعض الشباب يجي يقول لك ايه، او بعض الناس يجي يقول لك انا بشرب نوع سجاير معين اضراره خفيفه، ده نوع مش عارف ايه ما بيسببش اضرار كتير، او بشرب مثلا سجاره واحده في اليوم. نقول لهم ايه؟ يقول لك انا مش قادر ده يعني اسيب التدخين يعني حتى ولو بسجاره في اليوم. عايز اقول له انت بتقول الحل وانت مش واخد بالك. اذا كنت بتشرب نوع سجاير خفيف فانت كده حرام، فانت اذا كنت بتشرب الخفيف يبقى انت تقدر تبطل، بدل ما تروح يوم القيامه وتتسال على الملايين الجنيهات او كم واحد ضريته الله اعلم. يعني الواحد يروح عند ربنا وهو اذي كم بني ادم، وربنا مش هيدخلنا الجنه الا لما الناس تسامحنا، وممكن يسامح في حقه، لكن ممكن الناس اللي اذيناهم وضرناهم ما يسامحوناش، فربنا سبحانه وتعالى ياخد بايدينا يعني. الجديد والمختلف في الحمله السنه دي؟ حمله السنه دي فيها الحمد لله مكاتفه من الحكومه، ودي حاجه مهمه جدا. فيها مكاتفه من ناس كتير جدا جدا من الفن والاعلام والرياضه، وربنا يخلينا نساعد بعض كده نوصل الخير. فقالوا ان التدخين ملوش دعوه بالدين، بس لو كانوا يعلمون ان احلى حياه ان احنا نعيش سعداء في الدنيا من غير ما نغضب ربنا، يبقى اكيد في الاخر هنتقابل على باب الجنه.